الوطنية مؤخرا وجدت أيضا إصرار بنفس نوعيات الأشخاص الموجودين أمام الرجال أمام مكاتب الشهر العقاري، وخاصة في أسوان والمنيا، والنهارده كانت الغربية وكفر الشيخ والوادي الجديد. منعوا تماما عمل توكيل واحد ليا. يبقى ازاي اكمل الايام القادمه؟ انا ما فيش حد الا ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي يرجعني. انا استنفذت كل الطرق اللي انا اقدر عليها. مفيش وسيله اخرى احافظ بها على حقوق مؤيدين. مش هلاقي كده حافظ بعد ما خلص التكليف بتاعه. لكن النهارده بعد ان اختلت مدته مليون واغلقت مكاتب الشهر العقاري ابوابها، وظهر هذا التعنت وظهرت هذه المحاولات في إعاقة مؤيدين وفي منع مؤيدين، أنا بقول لكم بكل صراحة، أنا بعلن لمصر كلها، شعب مصر كل المسؤولين في مصر، أنني لم أتمكن من خروج الانتخابات الرئاسية. لم أتمكن. وبالتالي أنا منعت من خروج الانتخابات الرئاسية بهذه الوسائل، ولم أعرض مؤيديني لمزيد من الإهانة أو الاعتداء. وأعلن توقفي عند هذا الحق. ولن أعرض مرة أخرى مؤيدين أو أي مواطن مصري شريف يذهب إلى مكاتب الشهر العقاري من أجل تأييد. ويكفي أن أوجه الشكر لكل من توجه من عدد 51900 توجهوا إلى مكاتب الشهر العقاري من يوم 25 حتى اليوم، حتى الساعة 4:30 بعد إغلاق مكاتب الشهر العقاري في اليوم. الإحصائية النهائية لكل من أجيني وكل أعضاء الحملة النهارده بقول لهم ألف شكر. أنا عاجز عن توجيه شكري. أنا عاجز عن اعتذاري وأسف إن أنا عرضتكم لهذه المواقف وهذه الإهانات. ولكن إن كان ده من أجل مصر، من أجل وطننا، من أجل المزيد من الديمقراطية، إحنا بنضحي أحمد الفضائي الوطني الشريف، أحمد الفضائي الوطني الشريف اللي بيضحي بأي مجد وبأي منصب عشان خاطر شعب مصر، حفاظا على حياة مؤيدين، حفاظا على شعور مؤيدين، حفاظا عليهم من البلطجة، حفاظا عليهم من الاتهام، حفاظا عليهم من التشويه. أحمد الفضائي دائما بيضحي من أجل مصر ومن أجل المصريين. عايز أقول لكم إحنا كده نعمل مؤتمر امبارح، مؤتمر صح، عشان نعلن في الخطوات القادمة. وجئنا بحرب المقر اللي هنعمل فيه المؤتمر الصحفي. فانا بعتذر ايضا لكل الاخوه الصحفيين والاعلاميين والمراسلين الاجانب اللي كانوا كلهم موجودين عشان يغطوا المؤتمر، ولم نستطيع عقبه لهذا السبب الغريب والمخيب للامان، وقدر الله ما شاء فعل. ما نتعرض له يتم التعتيم عليه اعلاميا بالكامل. خلي بال حضراتكم، انا بعاني من تعتيم اعلامي انا الوحيد في جميع المرشحين الذي فرض عليه تعتيما كاملا، وكانه توجيه لا اعلم من اين اتى. توجيه لا اعلم حتى الان من اين اتى. كيف لصحف تنشر كل المرشحين حتى الذي تدعمه الجماعه الارهابيه بكل صراحه ووضوح، حتى الذي وقفت له طوابير الاخوان في السعوديه وقطر والكويت. كيف يحدث من هذه الصحف هذا؟ من اتى بهذا التوجيه؟ كيف يوجه بان يتم التعديل لدرجه ان في ناس بتقول لي وانت خرجت في معركه الانتخابات وانت مش مرشح؟ وفي ايه؟ وللاسف لما بسال صاحب النهارده في جريده قوميه قال لي الحقيقه التوجيهات انا مش في ايدي، انا ما اقدرش اكتب خبر عن احمد الفضائي. تخيلوا التعديل الاعلامي وصل لهذا الامر. انا بقول امر لله وبقول اذا استمرت الامور بهذا الشكل فبالتاكيد ده ليس من مصلحه مصر، وليس من مصلحه الديمقراطيه، وليس من مصلحه الشعب. ان الشعب المصري ابو صوتين زي اخونا اللي شارك معانا في الدوله 30 يوم الثوره، لسه سامع الكلام ده. انا كنت اعلم الكلام ده، كنت اول من واجهته. لان 30 يوم صامت الشعب، صامت كل اطياف الشعب ضد طيف واحد
نقطه الارهاب والتطرف والغلو. لذلك انا بحيي شعب مصر العظيم على صموده، بحيي شعب مصر العظيم على انه هو لما نداء مصر والوطن والديمقراطيه وان في انتخابات رئاسيه بجد، بحيي الشعب المصري وبشكره بكل اطيافه. بشكر من ايدني وبشكر من لم يؤيدني، ولكن ذهب بتأييد مرشح اخر، لكن من الاخوه طبعا. لذلك انا بقول النهارده في بيتي شعب مصر كله ساستمر في دوري الوطني، لن اتاثر بما حدث، وبعتذر عن كل ما تعرض لاساءه بسبب تحليل. وبقول للجميع انتم مصريين وصراحه، بالفعل انتم مصريين وصراحه، بذلتوا اقصى الوسع عشان تشاركوا في الديمقراطيه وتشاركوا في هذا العرس. ونتمنى ان تنجح مصر وان تخلو الانتخابات الرئاسيه من اي سلبيات، وان تكون هناك انتخابات رئاسيه حقيقيه بعيده عن هذه المظاهر التي وجدناها مؤخرا، حتى يرانا العالم بشكل افضل، حتى تنجح مصر وحتى ينجح الشعب المصري. شكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله مستمرين في خدمه مصر، مستمرين في خدمه هذا الوطن، مستمرين في الحفاظ على تراب مصر وسياده الشعب المصري على اراضيه المصريه. شكرا جزيلا.